تخيل تكون واقف محطة وتشوف القطر داخل نفق وتفضل مستنيه يخرج، لكنه ما يخرجش أبداً. القصة دي حصلت سنة 1911 في إيطاليا. شركة اسمها زانيتي كانت عاملة رحلة خاصة لعدد من الركاب حوالي 100 شخص، وكان المفروض القطر يمشي من روما لمدينة صغيرة اسمها لومباردي. القطر دخل نفق جبلي اسمه نفق زانوني، لكن بعد كده اختفى تماماً، ولا خرج من النفق ولا حد شافه تاني. الشرطة دخلت النفق بعد ساعات، ما لقوش غير دخان بسيط كأن القطر اتبخر. في ناس قالت القطار دخل ثقب زمني، وفي ناس قالت سافر لعالم تاني. لكن بعد 50 سنة في أوكرانيا ناس شافوا نفس القطار، والنفق اتقفل بعدها بسنين وتحول لمنطقة ممنوع دخولها، ولحد النهاردة مفيش أي دليل على مصير القطر. هل فعلا سافر عبر الزمن ولا مجرد لغز ملوش حل؟ وانت رأيك ايه؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. سلام.